صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن الفنانة الجميلة نعيمة عاكف. اتولدت نعيمة عاكف سنة 29 في مدينة طنطا، واللي كان فيها سيرك عاكف بتاع عيلتها. واشتغلت نعيمة عاكف وهي صغيرة في السيرك لحد ما بقت بطلته الأولى وهي عندها 14 سنة. ولما فلس السيرك وخسر أبوها كل فلوسه وطلق مامتها واتجوز واحدة تانية، اتنقلت نعيمة عاكف للقاهرة واشتغلت في فرقة بديعة مصابني، وبعدها اشتغلت في ملهى الكيتكات، وهناك شافها المخرج كامل مرسي وقدمها في فيلم ست البيت. وقدمت نعيمة عاكف أول أدوارها السينمائية في فيلم العيش والملح سنة 49، وبعدها شاركت في بطولة عدد من الأفلام منها فتاة السيرك، تمر حنة، 4 بنات وظابط، بياعة الجرايد وغيرهم. واتجوزت نعيمة عاكف مرتين، الأولى من المخرج الكبير حسين فوزي، وانفصلوا سنة 58 لما رفض حسين فوزي إنها تخلف لأنه كان عنده أولاد من مراته الأولانية. وتعرضت نعيمة عاكف لمحنة بعد ثورة 52 مع عضو قيادة الثورة صلاح سالم. في مرة وصلاح سالم سايق عربيته ورايح يحضر اجتماع، فوجئ بعربية راكبها سواق وقاعدة وراء ست حلوة واللي كانت نعيمة عاكف، بس صلاح سالم ما يعرفهاش. فجأة انحرف السواق بالعربية وخبط عربية صلاح سالم، ولما زعق صلاح سالم للسواق فوجئ ان السواق شتمه وجري بالعربية، وطبعا جري وراه صلاح سالم لغاية ما وقفت العربية، ونزلت نعيمة عاكف من العربية ودخلت محل، ونزل وراها صلاح سالم عشان يعاتبها على قلة أدب سواقها. لكن نعيمة عاكف واللي ما كانتش تعرف مين هو صلاح سالم وفاكراه بيطاردها وبيعاكسها، راحت شتمها هي كمان، ففقد صلاح سالم أعصابه وراح ضاربها بالقلم. ومسكت فيه نعيمة عاكف عايزة تضربه، وتلم الناس وجه البوليس الحربي وقبضوا على نعيمة عاكف وودوها المباحث الجنائية، وهناك عرفت نعيمة عاكف مين هو صلاح سالم وانهارت من العياط. واقترحوا عليها في المباحث انها تكتب جواب اعتذار لصلاح سالم اللي كان مصمم انه يسجن نعيمة عاكف. وفعلا كتبت نعيمة عاكف الجواب لصلاح سالم وقالت له فيه: عزيزي صلاح، بكل دقة في قلبي وشعرة في رمش عيني أنا بعتذر لك، أنا أسفة جدا وحقك عليا وما تزعلش مني، ويا بخت من سامح، والترضية اللي تأمرني بيها أنا تحت أمرك فيها، ومرة تانية بعتذر لك. ولما وصل الجواب لمجلس قيادة الثورة وكان موجود صلاح سالم والرئيس عبد الناصر والمشير عامر وقروا الجواب، ضحكوا، وأمر عبد الناصر إن نعيمة عاكف تروح بيتها على طول. وفي سنة 64 وهي بتمثل فيلم أمير الدهاء آخر أفلامها، حست بآلام شديدة وسافرت تعمل فحوصات، وعرفت إنها عندها سرطان، واعتزلت الفن واتفرغت لابنها الوحيد محمد من جوزها التاني المحاسب صلاح الدين عبد العليم. وتوفت نعيمة عاكف وهي عندها 37 سنة، وتوفى ابنها محمد بعدها وهو عنده 4 سنين.